أمدارس الأمجاد يا أمجادي، يا منبعا يروي الغليل الصادي. أمدارس الأمجاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا عن الأوبجكت والكلاس، وقلنا إن الأوبجكت أو الكلاس يكون عبارة عن مجموعة من المتغيرات variables والدوال functions أو methods، أو في الحياة الطبيعية اللي هي خصائص وأفعال زي ما ذكرنا. عرفنا الخصائص وشرحنا المتغيرات وكذا وأنواعها. الآن نبغى نعرف الأفعال والأكشنز. عندي أنا كلمة function، جميل، وعندي كلمة method. الكلمتين هي لشيء واحد، بس في فرق بسيط بينها. إذا جاءت الفانكشن بداخل الكلاس في البرمجة، إذا جاءت الفانكشن بداخل الكلاس، إذا جاءت بداخل الكلاس هنا، الفانكشن إذا جاءت هنا بداخل الكلاس تسمى method، تسمى method، يعني ما فيش اختلاف. الفانكشن هي method والميثود هي فانكشن، اوكي؟ بس إذا جاءت بداخل الكلاس يسمونها method. الفانكشن إذا جاءت بداخل الكلاس تسمى method. جميل. الآن خلينا نشوف اللي هو إيش يعني فانكشن. إحنا بنشرح الفانكشن وهي خلاص ميثود. الآن إحنا بعيدين عن الكلاس. إحنا قلنا إنه الكلاس فيه له الأوبجكت فيه له أكشنز. طيب كيف نمثل الأكشن؟ نمثلها بالفانكشن، فانكشنز. جميل. الآن إيش هي الفانكشن؟ جميل. خلينا نشوف إيش هي الفانكشن. لو عندي أنا ملف برمجي، هذا الملف البرمجي، جميل، حيكون فيه له أسطر من الشفرة، أسطر كثيرة من الشفرة. شوف، خليك معايا. الآن الفانكشن هي عبارة عن بلوك، انتبه، عبارة عن بلوك، عبارة عن بلوك. فانكشن هي عبارة عن بلوك له اسم نيم، بلوك هذا له اسم وبداخله كود برمجي. الفانكشن انتبه عبارة عن بلوك بداخله كود برمجي. شوف هذه شفرة معينة، والبلوك هذا المربع له اسم اللي هو يمثل اسم الفانكشن أو الفانكشن نيم. صارت الدالة عبارة عن بلوك يحتوي على شفرة معينة، والبلوك هذا له اسم. جميل. هذا يسمونه function definition. البلوك هذا يسمونه function definition أو تعريف الدالة. ما علينا من هذا الكلام. اللي أبغاك تفهمه إن البلوك هذا أو البلوك اللي يحتوي على الشفرة دي لا يتم تنفيذه، يعني ما يتم تنفيذ الشفرة اللي بداخل البلوك هذا إلا إذا تم استدعاء البلوك بنفس الاسم. again، يعني عندي بلوك أنا هنا اسمه مثلا get، ولنفرض اسمه get، معناته عندي دالة اسمها get بداخلها كود برمجي هنا، ولنفرض كمان البلوك كان هنا داخل الشفرة هنا نفسه get. هذا الكود ما حيتم تنفيذه أو البلوك هذا إلين تنادي الدالة get باسمها. كيف؟ يعني الآن أنا بنيت الدالة get، تمام، حنشوف كيف نبنيها. هذا البلوك فيه له كود برمجي، أبغى أنفذ هذا البلوك، أبغى أنفذه، أقوم أقول له زي كذا get وأعطيه قوسين. هذه الحركة اسمها استدعاء الدالة أو call function أو function، عفوا function call، استدعاء الدالة. استدعاء الدالة هذا أنت لما كتبت، لاحظ لما كتبت get هذا استدعاء دالة، أنت تقول له روح للبلوك اللي اسمه get ونفذ الشفرة اللي بداخله. في أبسط من كذا؟ هو يروح يدور البلوك اللي اسمه get، هذا هو، ويروح ينفذ الشفرة اللي بداخله.
هذه هي الدوال بس ببساطة. يعني الدالة عبارة عن بلوك تحتوي على كود برمجي، البلوك هذا له اسم نيم، وعشان أنفذ الكود اللي موجود هنا لازم أستدعي بالاسم الخاص بالبلوك. فصار هنا اسم البلوك ايش؟ get. لما أجي أنفذ الكود اللي هنا أستدعي بget، وراح أحط هنا قوسين. فصار عندي الدالة إما يكون function definition اللي هو تعريف الدالة، تعريف البلوك هذا، تعريف البلوك ده يسمونه function definition، أو function call اللي هو استدعاء الدالة. يعني طيب الديفينيشن أو البلوك يكتب مرة واحدة، يعني لما أسوي بلوك دالة أكتب المحتويات أو أكتب اسمها هنا زي get مرة واحدة أكتب الديفينيشن. أما الاستدعاء الفانكشن كول مليون مرة زي ما تبغى أي عدد. مثلا ممكن أقول له زي كذا get تحت get وأنت ماشي، ممكن استدعيها أي عدد من المرات. فهو إيش اللي يصير؟ نرجع للأسطر البرمجية اللي هنا. لاحظ البلوك هذا لما يمشي هو ينفذ الأسطر دي، لما يوصل للبلوك ما ينفذ البلوك لأنه ما تم استدعاء، أنت بس معرف البلوك هنا. ولنفرض هذا كم سطر وهنا أنت سويت الاستدعاء، لاحظ يعني في المكان ذا سويت الفانكشن كول. هو يمشي ينفذ الأسطر دي، يوم يلقى الفانكشن يسوي جمب التعريف حقه لأنه ما حد استدعاه، ما ينفذ الكود اللي بداخل البلوك، ينفذ السطر هذا هنا لقى استدعاء لجيت، يعني هنا تم استدعاء البلوك هذا، يقوم يسوي عملية جمب قفز ويروح للبلوك هذا ينفذ المحتوى اللي بداخله ويرجع من هنا لهنا. هذه هي فكرة عامة بس أبغاك تفهمها لحد هذه النقطة، وإن شاء الله حنوسع بإذن الله تعالى. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سالم رحلا يا سالم يا مشعل البقاء يا مشعل يضيء لنا الأيام يضيء يا خير مرتحل يا خير يا سالم